السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ومع فيديو جديد بيشرح إزاي أدخل تردد قناة جديد على النايل سات بحيث إن أنا أقدر أستقبل كل القنوات الجديدة. الشرح ده هيكون إن شاء الله مبسط جدا 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 بحيث إن أي حد هيفهمه. طبعا أنا هشرح على ريسيفر كوماكس، لو حضرتك عندك ريسيفر تاني هي بتكون نفس الفكرة. طيب هنفترض دلوقتي ان عرفت ان في قناة جديدة بتبص على تردد معين، وهنفترض مثلا على تردد 11747. ازاي دخل التردد ده على النايل سات؟ طيب الاول هنا بضغط على زرار منيو ده بيكون زرار اساسي موجود في الريموت كنترول. كل اللي بعمله ان انا بضغط على منيو هنا فبتظهر لي قائمة الريسيفر الاساسية. أنا يهمني هنا القايمة الأولى اللي هي بتكون باللغة العربية التركيب. طيب باجي هنا وبقوم ضاغط على أوكي. باجي هنا إعدادات الهوائي، وبعدين بلاقي اسم القمر نايل سات سواء بالعربي أو بالإنجليزي، هي ما بتفرقش معايا. الأول لازم أضغط هنا على أوكي. طيب ليه بضغط هنا على أوكي؟ بقول له ان القنوات اللي هتنزل تكون باسم القمر نايل سات 7 درجات غرب. من زرار اليمين اللي هو في دايرة اللي هو المفروض بيعلي الصوت، باخد سهم يمين هنا بتظهر لي انا هنا مش عايز غير قائمة الترددات فقط. بضغط على اوكي فبيدخلني على قائمة جديدة. هنفترض ان التردد الجديد ده اللي نازل عليه قناة معينة هو التردد مثلا 11747. بعمل ايه؟ ببدأ هنا في الترددات هشوف التردد ده موجود ولا لا. طبعا هي بتكون مترتبة من التردد الأصغر للأكبر. طيب اما نيجي هنا على 11 لا مفيش 11747. ده معناه ان انا هنا لازم اضيف التردد الجديد على النايل سات. طب لو موجود باجي هنا بعمل له بحث فقط. طيب يعني هنا بس بضغط على بحث تردد. باجي هنا بقى لو لاحظتوا حضراتكم في تحت حاجة اسمها حذف إضافة بحث التردد تعديل BID. أنا هنا مش عايز غير إضافة هنا أما يكون اللون أخضر معناها إن أنا أضغط في الريموت كنترول على الزرار الأخضر. طيب أنا ضغطت هنا على الأخضر تمام. جالي هنا قائمة التردد لو لاحظتم 5 أصفار. ليه 5 أصفار؟ لأن خانة التردد الكيو باند بتكون 5 أرقام فقط. طيب التردد قلنا 11747. باجي على الريموت كنترول وبعدين 1 7 4 7. يبقى كده انتهينا من التردد. طيب التردد ده رأسي، عندي قطبيتين في الكيو باند، رأسي أو فيرتيكال وأفقي أو هوريزونتال. طبعا كل تردد بيبقى معروف 11747 ده هو تردد رأسي. باجي على معدل الترميز بخليه أغلب الترددات النايل سات بتكون 27500 2 7 5 0 0. ده برضو من جهاز الريموت كنترول. معامل تصحيح الخطأ ما عادش ليه أهمية لأن هو الجهاز بيتعرف عليه تلقائي. باجي هنا بقى أهم حاجة بحث التردد. أما بضغط عليه إيه اللي بيحصل؟ بضغط أوكي بيقول لي البحث عن قنوات المجانية فقط أو نعم أو لا. لو أنا عايز أبحث عن قنوات المجانية فقط بضغط نعم. كل التردد لا، خلينا مش مشكلة لا. بحث الشبكة. طب إيه هو بحث الشبكة؟ بحث الشبكة ده فيه ترددات شبكية، مجرد ما بتدخلها بتبحث عن جميع الترددات المرتبطة بيه، وإن كان أنا ما انصحش بيه لأنه ممكن يلخبط الترتيب وممكن كمان ما يجيبش كل القنوات، فهنا بقول له لا. هنا بيبدأ الريسيفر بقى يبحث عن التردد ده وقنواته. هو ما بياخدش وقت، خلاص جاب القنوات، خلاص طلع من القائمة. لو جيت هنا بلاقي ان القنوات ظاهرة زي ما حضراتكم شايفين 11747 قناة الأهلي وقناة العربي وقناة مديح، وادي زي ما حضراتكم شايفين التردد هنا هو 11747. يبقى انا خلاص كده اتعلمت ازاي ادخل تردد وازاي اعمل بحث عنه.
اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ويا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا جدا لحضراتكم.